السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبنات طلاب المرحلة الثانوية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في مشكلة بتقابل الكثير من أبنائنا الطلاب، وهي مشكلة فشل التصديق عند التسجيل في بنك المعرفة المصري. ولو هيعمل حساب جديد بيظهر معاه مشكلة الرقم القومي موجود بالفعل. المشكلة دي بتظهر أكتر مع طلاب الصف الثاني والصف الثالث الثانوي، لأن الوزارة كانت مديهم إيميلات بيدخلوا عليها في بنك المعرفة المصري في الصف الأول الثانوي. وحاليا الوزارة عملت حساب المدرسي الموحد، وبدأت بالفعل بتغير إيميلات الطلاب إلى الإيميل المدرسي الموحد، فأصبح الدخول على بنك المعرفة المصري بالإيميل القديم بتظهر معنا مشكلة فشل التصديق، ولازم الطالب يدخل بالإيميل المدرسي الموحد. وهنشوف الخطوات بالظبط، وهنشوف حل مشكلة الرقم القومي موجود بالفعل ازاي. فلما نحاول ندخل بالايميل المدرسي اللي ادتنا الوزارة في سنة اولى ثانوي، اللي هو كان اوله كود الخاص بالطالب @edu2.moe.edu.eg، وندخل كلمة السر بنلاقي انه فشل التصديق. هنشوف مع بعض ازاي، ونضغط على تسجيل الدخول، فبنلاقي المشكلة دي تظهر معنا فشل التصديق، من فضلك راجع البيانات ثم أعد المحاولة. فاحنا هندخل الحساب المدرسي الموحد الخاص بأوفيس 365. الناس اللي لسه ما فعلتش الحساب، الموضوع سهل جدا وبسيط. انا هسيب لكم في الوصف اسفل الفيديو رابط خاص بتفعيل الحساب المدرسي الموحد، مش هياخد منك اكتر من 5 دقائق. بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بأوفيس 365 هتدخل اسم المستخدم وكلمة المرور هنا في بنك المعرفة المصري، هيدخل معاك بكل بساطة. ولكن نراعي بعض الأمور اللي هنقول عليها. لازم لغة الإدخال تكون اللغة الإنجليزية، وإنه أخلي كل الحروف سمول، ولكن في كلمة المرور لازم حرف الإس يكون كابيتال، لأنه كلمة المرور لكل الناس بتبدأ بإس كابيتال تي دي علامة الشباك، وبعد كده بيكون تاريخ الميلاد للطالب. فهندخل اسم المستخدم الخاص بالحساب المدرسي الموحد أوفيس 365. الحساب المدرسي الموحد بتلاقي أيضا كود الطالب وعلامة ثم محافظة الطالب باللغة الإنجليزية 2.moe.edu.eg، وكلمة المرور بنلاقي اس كابيتال تي دي علامة الشباك، وبعد كده بنلاقي تاريخ ميلاد الطالب. لو بتسجل من جهازك تضغط على تذكرني عشان يفضل متسجل الدخول معاك على طول، وتضغط على دخول، فبيتم تسجيل الدخول بالحساب المدرسي الموحد الخاص بأوفيس 365. وده الحساب اللي عملته الوزارة لكل الطلاب. اللي ما فعلش الحساب يدخل في الوصف، هيلاقي الفيديو الخاص بتفعيل حساب أوفيس 365، يفعل الحساب ويستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب للدخول لبنك المعرفة المصري. فبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية ما هيكونش عندك أي مشكلة في الدخول إلى بنك المعرفة المصري بعد الآن. بالنسبة للطلاب بشكل عام، لما يدخل يسجل حساب جديد على بنك المعرفة المصري، لما بيكتب الرقم القومي بتاعه ويقول له الرقم القومي موجود من قبل، دي المشكلة دي معناها انه حد سجل برقمك القومي، معناها انه حد سجل برقمك القومي، سواء كان يقصد او سواء كان بدون قصد. الحل الوحيد انك انت بتنشئ حساب جديد بالرقم القومي لوالدك او والدتك او حد من افراد أسرتك، علشان ما تستخدمش الرقم القومي بتاع حد وتضيع عليه الفرصة في التسجيل في بنك المعرفة المصري. بعد ما تسجل الحساب أو بعد ما تنشئ الحساب بالرقم القومي لوالدك أو والدتك أو أي حد من أفراد الأسرة، بتدخل عادي على كل المواد التعليمية الموجودة في بنك المعرفة المصري، وبتستفيد كأنك طالب في أي مرحلة عادي. مفيش أي مشكلة، مش هتواجهك أي مشكلة في المواد الدراسية أو في المراحل المختلفة. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالتوفيق لأبنائي وبنات الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.